زيادة ليه؟ اللي شال امبارح هيشيل بكرة. فيبقى من الحكمة انك لا تسيب مخك يسرح كتير في اللي فات، ولا تسيب مخك يسرح كتير في اللي جاي. وفي رأيي اغلب البشر واقعين في واحدة من الاتنين دول، يا عايشين في الماضي يا عايشين في المستقبل. قلة قليلة جدا اللي مركزين في النهاردة، ولو مركزين صح هم دول الوحيدين اللي عارفين يعيشوا صح، اللي هو عارف يعيش يوم بيوم بسعادة. لأن المسيح قال لا تهتموا بالغد، الغد يهتم فيما لنفسه، يكفي اليوم شره، خلينا في النهاردة. هي نفس المبدأ، لا تفتخر بالغد، لا تعلم ماذا يلده اليوم. يبقى زي ما بقول لك احذر من الحصر على الماضي، اقول لك تاني احذر من القلق على المستقبل، لأن في الحالتين انت بتحطم يومك، في الحالتين بتخسر عيشتك، مش مستمتع